بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنشرح حاجة جديدة. هناخد النهاردة المد بالواو. النهاردة هنشرح حاجة جديدة وهي المد بالواو. اول حاجة عايزين نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل لايك واشتراك عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. وهناخد دلوقتي المد بالواو. معانا المد بالواو. المد بالواو بيحب الضمة، يبقى المد بالواو معانا بيحب الضمة. يبقى المد بالواو بيحب الضمة. زي كلمة ايه؟ زي كلمة نو، زي كلمة فو، زي كلمة غو، زي كلمة شو، زي كلمة بو. ومعانا ايه؟ سو ولو. طيب يعني ايه ده يا مس؟ يعني احنا معانا المد بالواو، ادي المد بالواو وحطينا حرف قبله، والحرف اللي قبله ده عليه ضمة. زي كلمة نو، زي كلمة فو، زي كلمة غو، شو، بو، ومعانا سو، ومعانا لو. ده كده المد بالضمه، المد بالواو، اسفه، المد بالواو. يبقى معانا المد بالواو بيحب الضمه. يبقى ليه حطينا ضمه هنا؟ حطينا ضمه هنا ليه؟ يعني ليه حطينا ضمه هنا مش حطينا الف مثلا؟ عشان المد بالواو بيحب الضمه. ماشي. هنا معانا كلمات بها مد بالواو. عايزين كلمات بها مد بالواو يا حلوين. زي كلمة، معانا كلمة ايه؟ ظهور وصور ونور وطوب. طيب بصوا انا عايزه اوريكم حاجه. احنا معانا مثلا لو خدنا هناخد كلمه ظهور مثلا. ادي كلمه ظهور، فين المد؟ المد هو حرف الواو، ادي حرف الواو ده كده المد. ومعانا ايه؟ الهاء. الهاء اللي قبليه ده هو الممدود. يبقى معانا حرف الواو ده كده المد، والحرف اللي قبليه اللي هو الهاء ده الممدود. طب هو لازم يبقى هاء؟ لا. طب لو معانا كلمة صور، فين حرف المد؟ حرف المد هو الواو، حرف المد هو الواو، والممدود هو حرف السين، ده الحرف اللي قبله. طيب لو خدنا كلمة نور مثلا، فين كلمة نور؟ فين المد وفين الممدود يا حلوين؟ المد فين؟ المد هو حرف الواو، ده حرف المد. احنا قلنا عندنا 3 مدود: مد بالالف، مد بالواو، مد بالياء. يبقى الواو ده المد، ومعانا النون الحرف اللي قبله اللي عليه ضمة هو ده المد، الممدود اسفة. ومعانا كلمة طوب، فين المد؟ ادي المد، ادي المد حرف الواو ده المد، ومعانا حرف الطاء ده الممدود اللي قبله. زي كلمة سهور. طيب تعالوا نقرأ اللي فوق كده تاني. تعالوا بينا نقرأ اللي فوق تاني. معانا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نو وفو وغو وشو وبو وايه وسو ولو. ماشي. طيب وهنا معانا ايه؟ ظهور. شايفين بننطقها ازاي؟ ظهور. ها، صور. شايفين بننطق المد ازاي حلوين؟ صور نور طوب. ماشي. معانا كلمة نجوم، برضو كلمة نجوم. طيب عايزين نطلع حرف المد وحرف الممدود من كلمة نجوم. هنطلعها ازاي؟ ادي حرف المد ده كده حرف المد، ده كده حرف المد. طيب والجيم، حرف الجيم ده كده الممدود هو الحرف اللي قبل المد، هو هنا قبل الواو. طيب كلمة عيون، فين حرف المد؟ حرف المد يا حلوين الواو، والممدود الحرف اللي قبله اللي عليه ضمة اللي هو الياء. يبقى معانا ده المد، ده كده معانا حرف المد، وده كده الممدود. يبقى تعالوا نعيد تاني يلا من الاول. معانا اول حاجة النهاردة ايه هي؟ المد. تعالوا بينا نظبط بس كده احسن. طيب المد بالواو بيحب الضمه. يعني ايه المد بالواو بيحب الضمه؟ يعني اي مد بالواو لازم نحط على الحرف اللي قبليه ضمه، ما ينفعش نحط عليه هو ضمه، لا، بنحط على الحرف اللي قبليه ضمه. زي نو، شايفين حرف النون محطوط فوقيه ايه؟ ضمه، ودي الواو ده المد. فو غو، شايفين الحرف اللي قبليه فوقيه ايه؟ ضمه، عشان المد بالواو بيحب الضمه، المد بالواو بيحب الضمه. يبقى الحرف المد اللي قبليه عليه ضمه. ماشي يا حلوين؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا. طيب في ملاحظات على المد بالواو. يعني ايه ملاحظات على المد بالواو؟ حاجات لازم نعرفها على المد بالواو. زي ايه؟ هنا بيقول لي خالي من التشكيل. هنا بيقول لي ملاحظات. اول حاجه بيقول لي خالي من التشكيل حرف المد نفسه ليس الممدود. يعني ايه؟
يعني زي ما انا قلت لكم هنا يا حلوين، حرف المد نفسه اللي هو هنا حرف الواو مثلا ما ينفعش نحط على الواو ده تشكيل، زي مثلا كلمة سور، زي كلمة نور. ينفع نحط على الواو دي تشكيل كده؟ لا غلط. طب ينفع نحط على الواو دي مثلا ضمة كده؟ لا غلط. امال بنحط التشكيل فين؟ بنحط التشكيل على الحرف اللي قبله، هنا على حرف السين هنا اللي قبله، هنا على حرف النون اللي قبله. يبقى يا حلوين بنحط التشكيل على الحرف اللي قبل المد. احنا هنا حرف مد بالواو، وهنا مد بالواو برضو، بنحط التشكيل على الحرف ايه؟ السين، الحرف اللي قبله. يلا بينا ننتقل للصفحة التانية. تاني حاجة معانا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لا يأتي المد في بداية الكلمة. ما ينفعش المد يجي في اول الكلمة. يعني مثلا زي كلمة ولد، زي كلمة وطن، زي كلمة وسادة. ولد ووطن ووسادة الثلاث كلمات دول مش مد بالواو، دول مش مد بالواو يا حلوين. ليه مش مد بالواو؟ لان الحرف المد جاي في بداية الكلام، فديت ايه؟ ليست مد بالواو، ليست مد بالواو. امال دي ايه؟ دي واو عاديه مش مد بالواو. طيب هنا بيقول لي حلل الكلمات الى مقاطع صوتيه. يعني ايه حلل الكلمات لمقاطع صوتيه؟ يعني ايه؟ يعني انا بنطق الكلمه وبشوف انا قلتها في كام نفس. تاني، يبقى احلل الكلمات الى مقاطع صوتيه، بنطق الكلمه واشوف انا نطقتها في كام نفس. زي كلمه يغوص، عايزاكم تنطقوها كده، يغوص. قلتوا يا وغو، الغين والواو نطقتوهم في نفس واحد. ليه؟ لان ده حرف المد وده الممدود. يبقى دول كده، ده حرف الايه؟ الممدود، وده المد. الممدود وده المد. يبقى الممدود والمد بننطقه في نفس واحد يا مس. ايوه، الممدود والمد. يبقى حرف الممدود وحرف المد بننطقه في نفس واحد. زي كلمة يغوص، شايفين قلنا يغوص، غو، قلنا غو، مش قلنا غا واصا، لا مش قلناها كده، قلنا يغو غو، الغين والواو، يغوص والصاد. طيب كلمة يفوز، فو، شايفين قلنا فوق، مش بيسيبوا بعض. الممدود والمد دول اخوات ما بيسيبوش بعض، ماسكين في بعض اهو. يفوز. طيب كلمة يصوم، صو، هنا معانا ايه؟ اول حاجة معانا 3 مقاطع، وهنا 3 مقاطع. طيب تعالوا نعد، هنا دي اخر واحدة، يصوم حرف الياء، صو ادي الصاد اهو، والميم هنا برضو معانا 3 مقاطع. وبكده نكون انتهينا من الفيديو يا حلوين. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وان شاء الله هنكمل مد بالياء والتنوين وكل حاجة. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.